الخير يا الغالية يا مصر. يا أم الدنيا، مسح حضنك الحنون من زوايا الكون الأربعة يجمعنا، مسح حضارتك المجيدة تسبق فجر حضارة هالكون بألوفات السنين، مسى ترابك، مسى أرضك، مسى أهلك الطيبين يلي بيشفونا بضحكتن، مسى شعبك العظيم يلي بثورته بملايين والثلاثين ب30 يونيو بهرنا. مسى شرطتك يا مصر، مسى قواتك المسلحة، تعمل كل الفرق من يوم العبور وبكل إنجازاتها تحيي فينا أمالنا، الكرامة العربية تصالحنا معك. مسى رجالك العظمة، مسى مبدعينك يا مصر، مسى مفكرينك، مسى شعرائك، مسى الكبار كبار فنانينك يلي دخلوا عبيوتنا وحبيناهم وصرنا منهم وصاروا منا. مساك الحلو يا مصر، مسا كل شي حلو فيكي مثل امبارح يا مصر اليوم وبكره، بتبقي المحروسة وبرك بيبقى أمان مهما طالت الأزمان الصعبة، عمرك أزل يا مصر. مهما كانت عدالة المسكين هالكون كذبة، مهما طغى طغيان، مهما استشرس شر، نصرك أكيد لأنه شعبك معك وشعبك بحبك، ومع شعبك في جيشك الباسل، ومع جيشك الباسل وشعبك في سلطة اللي سلطته وكلمته فوق كل شياطين هالأرض، في كلمة الحق، في كلمة الرحمن. رعاة الحفل معالي الوزير هشام زعزوع، معالي الوزير اللواء طارق مهدي، أصحاب المعالي والسعادة والسيادة، أيها الحضور الكريم. أرادتها السيدة الكبيرة ماجدة الرومي رسالة حب ووئام وسلام، فهي كلمات ليست كالكلمات، وسهرة ليست كالسهرات، بمدينة ليست كالمدن، من فنانة ليست كالفنانات. إنها الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي، الفنانة العربية الكبيرة، حاملة لواء الفن الراقي والهادف، وقد أتت من بيروت ست الدنيا إلى مصر أم الدنيا، وإلى الإسكندرية مدينة الحضارة والثقافة، مدينة يوسف شاهين، لتنشد معنا أنشودة نبع المحبة وتشدو بنا فتكون ليلتنا من ليالي العمر. الشكر، كل الشكر للسيدة ماجدة الرومي على هذه اللفتة الرائعة والسهرة الجميلة، واسمحوا لي أن أتقدم بجزيل الشكر إلى كل من ساهم في إنجاح هذا الحدث المميز، وأخص بالذكر معالي المحافظ الصديق الكبير اللواء طارق مهدي،
ومعالي وزير السياحة الأستاذ هشام زعزوع، ورئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي السفير ناصر حمدي، ومدير مكتبة الإسكندرية الدكتور إسماعيل سراج الدين. ولا يفوتني أن أشكر جميع الأجهزة الأمنية في الإسكندرية والقادة الأمنيين جميعا الذين بذلوا كل التضحيات في سبيل إنجاح هذه السهرة وهذه الليلة. وإني أرى الليلة سيادة اللواء عز الدين وكل القادة هنا منورين. واسمحوا لي كذلك أن أشكر اللجنة المنظمة وعلى رأسها السيدة هدى عبود. هدى عبود ساهمت بشكل أساسي في إنجاح هذه السهرة، وكذلك السيدين عمر حسنين وجورج ملك. وأشكركم جميعا على حضوركم. عاشت الصداقة المصرية اللبنانية، وعاشت مصر وعاش لبنان. معالي محافظ الإسكندرية. بسم الله الرحمن الرحيم. هبتدئ على غير المعتاد، منك لله ماجدة الرومي أبكيتينا. كلمات مش عارف احنا هنقول ايه بعديها الحقيقة. اسمحوا لي برضو في البداية اذكر ولادنا اللي بينزفوا الدم لكي يضخوا الحياة في شرايين الوطن، وبدأوا حضرات الوقوف دي حكايات عليهم. اتفضل يا فندم. لما بنتكلم عن المكان بنقصد أرض وتاريخ وجغرافيا وإنسان. ولما بنتكلم عن المكان اللي هو مصر فاحنا بنتكلم على الوسطية، وبنتكلم على مصر العربية المتوسطية الأفريقية، وبنتكلم على مصر اللي فرعونية مرورا بكل العصور حتى الإسلامية. مصر اللي طول عمرها تسامح فيها صفة أساسية. مصر اللي تعدد الثقافات فيها شيء يمثلها لأنها دولة ممر. وأحسن نموذج يمثل مصر هي الإسكندرية. الإسكندرية ومكتبة اسكندرية اللي أنا واقف فيها النهاردة اتبنت من 2300 سنة، وجددها المصريين الجداد بعد 2300 سنة عشان يبقى هذا المكان الراقي الذي يشع العلم والحضارة والثقافة. اسكندرية اللي بناها الإسكندر الأكبر عشان يخليها عاصمة ثقافة البحر المتوسط، وجاء الفاطميين بعده وكرروا دواوين العلم، وجاءت الدولة الأيوبية ورأت في الإسكندرية هذا وكررت دواوين العلم، ودولة المماليك وجاء منها فنان الشعب الفنان سيد درويش، وجاء منها بيرام التونسي والمغاربة كلها جت باسم اسكندرية. اسمحوا لي احيي كل الإخوة العرب اللي موجودين معانا في القاعة. كل الإخوة المصريين الموجودين من محافظات مصر المختلفة واللي بيدعموا فكرة الأمن والوطن والبقاء والحياة، اسمحوا لي تحياتهم برضه. وبالتأكيد كلنا نحيي أهل اسكندرية. ونحيي الفنانة العظيمة ماجدة الرومي. ماجدة الرومي اللي بتمثل أن الثقافة فعل على الأرض، ليست كلمات منمقة ولا حشو في الأدمغة، إنما هي فعل، هي نور، هي تنوير، هي مستقبل. ده مفهوم الثقافة والفن اللي بتؤكد أن الحياة لازم تدور في مصر
هذا الاصطفاف العربي، هذا الاصطفاف العربي اللي حاطط مصر في القلب لازم ناخد بالنا منه ولازم نعض عليه بالنواجذ. هذا الانتماء العربي والحب الشديد، المرة دي احنا متوحدين على هدف، وده جديد، متوحدين على هدف، والهدف ان احنا نعيش وان يبقى فيه بقاء وان يبقى فيه حياة. باسم الحياة جت مجد الرومي، باسم الحياة سعادة السفير وسعادة الوزير عملنا الحفلة دي، باسم الحياة كل حضراتكم جيتوا هنا عشان نقول ان مصر هتعيش والأمة العربية هتعيش، ومصر دائما أولا وقبل كل شيء. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشان المرة الجاية ما تقلقيش وانت داخلة اسكندرية، فجايبين لحضرتك المفتاح بس يظهر لا ما ضيعوش. انا بقول ان المفتاح مش هتخش بيه اسكندريه بس، هي دخلت قلوب السكندريه وهي داخله قلوب المصريين من زمان. منها لله اضم صوتي لسياده المحافظ والفنانه العظيمه ماجدة الرومي. ابكيتيني انا شخصيا، واعتقد كل اللي كان جنبي شاف ده. كلام رائع، كلام رقيق، كلام من القلب للقلب، دخل قلوب كل اهل اسكندريه وكل اهل مصر اللي متابعينا النهارده. بشكرك، بقول لحضرتك انت جددتي الامل للسياحه المصريه. احنا جددتي الامل مره اخرى للتواصل العربي بين مصر وبين كل اشقائنا في العالم العربي كله. احنا بنبدا عن قريبا جدا الموسم الصيفي اللي هو الموسم السياحي العربي لمصر. بنبدا بحضرتك، دي بدايه كلها امل وكلها بتدينا دفعه. بشكرك على انك انت قبلتي الدعوه، بشكر حضرتك انك انت معانا النهارده هنا على ارض مصر وفي بقعه غاليه جدا علينا كلنا الاسكندريه. مرحب بيكي، وهنستمتع معاكي كما استمتعنا دائما منذ سنوات طويله. بقول لكم جميعا، اختارت الاسكندريه بعد غياب اعتقد 8 سنوات عن مصر، فبدايه تفاؤل عظيم جدا لنا كلنا. بشكر حضرتك ودايما موفقه، ومصر ان شاء الله تحيا مصر، ومصر هتوفق وهنرجع احسن دايما من الاول بكل شيء. شكرا جزيلا سياده المحافظ. لأنه نفهم معنى الاستشهاد، لأنه ما حدا منا نحن اللبنانيين الموجودين هون اليوم، الموسيقيين بقيادة إيلي العالية وأنا، كل العاملين معي بالكوليس، ما في حدا منا ما رح له غالي بحروب لبنان. نحن بنعرف معنى الاستشهاد اللي بيوجع. خسرنا رجال ما بيتعوضوا، كنا بنتمنى يعيشوا بلبنان. خسرنا غاليين ما رح يرجعوا، بس هن بالقلب. وما قدرت ابدا هالبرنامج بدون ما اعمل تحيه لشهداء مصر. قول لأهل الجميع مكتوبة اساميهم اللي ما بنعرفها واللي بنعرفها على ضميرنا بحروف من الشرف العربي، وبعد فينا شرف.
انت